الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده هناخد جدول كده بسيط بيوضح لي ايه زي مقارنة بين مرض السكر وحاجة اسمها رينال جلوكوزوريا، هنعرف معناها الوقت. طبعا مصطلح الجلوكوزوريا ده انا قلت لك قبل كده، تمام؟ فانا عايزك تعرف الفرق بين كلمة جلوكوزوريا لوحديها وكلمة رينال جلوكوزوريا. اول حاجة كلمة جلوكوزوريا يعني دي عبارة عن حالة يحتوي فيها بول الشخص على المزيد من السكر أو الجلوكوز أكثر مما ينبغي. يحدث عادة بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم أو تلف الكلى. تمام، ده الجلوكوزوريا. أما وطبعا الجلوكوزوريا بتبقى عرض شائع لكل من داء السكر من تايب 1 أو تايب 2. بيبقى الجلوكوزوريا ده بيبقى شائع في داء السكري من النوع 1 والنوع 2. تمام. طيب في حاجه اسمها رينال جلوكوزوريا، دي بتحدث خصوصا اللي هو الجلوكوز في البول، الجلوكوز في البول الكلوي، يعني عندما تتضرر الكليتين. يبقى رينال جلوكوزوريا ده بيحدث لما تتلف الكليتين تحديدا. عشان كده في المقارنة بيقول لك مثلا قدام الكدني ان هو نورمال في السكر، يعني الكدني بتبقى طبيعية في السكر في مرض السكر. اما في رينال جلوكوزوريا بتبقى ديسيز، يعني بيبقى في تلف للكلى. تمام. يبقى ده التوضيح الاول عشان تفهم الكلام هيمشي ازاي. اول حاجة في الجدول طبعا في غلط في الطباعة، طبعا كاتب لك كلمة يورين تحت وهي المفروض تبقى فوق. تمام، يعني المفروض مكتوبه جلوكوز ان يورين، فنزلت عن السطر فدخلت في اللي قدام او كده. فانت ظبط الجدول مع نفسك زي ما هقوله لك الوقت. اول حاجه بيقول لك في السكر، اول حاجه بيقول لك الكوزز، السبب بتاع مرض السكر. لو سالت اي حد سبب السكر ايه، عامل لك سهم لتحت وبيقول لك ان الانسولين قليل. تمام، يبقى الانسولين قليل ده في السكر. تمام. اما رينال جلوكوزوريا بيقول لك حاجه هتبقى قليله اسمها رينال ثراشولد، اللي هو الحد الكلوي او امتصاص الكلى، يعني اللي هو العتبه الكلويه مثلا. قلت لك انا بتبقى 180. تمام. فلما تتجاوز طبعا تركيزات الجلوكوز في الدم ال 180 بيحدث افراز الجلوكوز في البول. انا الكلام ده قلت لك في المحاضره اللي فاتت. تمام. فهو بيقول لك ان الحد الكلوي ده هيبقى قليل. تمام. طيب بيقول لك ان الجلوكوز ان يورين طبعا في مرض السكر هيبقى موجود، زي ما اتفقنا ان الجلوكوز زاد عن الحد الكلوي اللي هو ال 180. تمام، زي ما شفت في المنحنى. فلما يزيد اكيد الجلوكوز هيبدا يظهر في البول. ففي الديابيتس بيقول لك بريزنت، يعني موجود. طيب جلوكوز ان يورين في الرينال اكيد موجود برضه. تمام. طيب في بيقول لك بلاد جلوكوز في السكر اكيد هاي، دي معروفه. اكيد السكر في الدم هيبقى عالي في مرض السكر. اما في رينال جلوكوزوريا هيبقى نورمال، هيبقى طبيعي. طيب في البنكرياس معروفه في مرض السكر بيبقى البنكرياس تالف او متضرر وكده. تمام، عشان كده بيقول لك ديسيزد. اما في الرينال بيبقى نورمال، لا هو ملوش دعوه بالبنكرياس. تمام. طيب هتعكسها بقى في اللي جاي. بيقول لك الكدني، طبعا الكدني في مرض السكر بيبقى طبيعي. ده بيبقى الضرر اصلا من ان جلوكوز زياده في الدم وكده فزاد، فاهم انت؟ فزاد فعدى ال 180، فما في الكدني سليمه في مرض السكر عادي. اما في الرينال بتبقى ديسيز، زي ما قلت لك بيبقى فيها تلف. تمام. طيب طبعا العلاج بتاع مرض السكر طبعا ان انت تاخد انسولين، ده معروف. يبقى العلاج هنا انسولين. اما في الرينال بتبقى بيبقى الجلوكوز. تمام. بعد كده بيقول لك انا هقول لك من عندي انا تعريف تاني للرينال جلوكوزوريا. مثلا بيقول لك ان دي حالة يتم فيها افراز الجلوكوز فين؟ في البول، على الرغم من مستويات الجلوكوز الطبيعية او المنخفضة في الدم.
يعني مستويات الجلوكوز بتبقى في الرينال بتبقى طبيعيه. هو بيقول لك في جدول حتى بلاد جلوكوز بيبقى ايه قدامه نورمال. تمام. اما في السكر بيبقى هاي. متفقين على الحته دي. مع فانت على الرغم من مستويات الجلوكوز بتبقى طبيعيه، مع وظيفه الكلى الطبيعيه يتم افراز الجلوكوز في البول فقط عندما تكون هناك مستويات مرتفعة بشكل غير طبيعي من الجلوكوز في الدم. ومع ذلك في الأشخاص الذين يعانون من الجلوكوز في البول الكلوي يرتفع الجلوكوز بشكل غير طبيعي في البول بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ الأداء غير السليم للأنابيب الكلوية زي ما قلنا. تمام. وبكده تكون خلصت محاضرة النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.